الشرابات اللي هي بتتباع في اي حته. حاولي على قد ما تقدري ان انت تجيبيه عريض. بصراحه ده يعني اكتر شرب عريض انا عرفت اجيبه اللي هو ده. بس لو انت لقيتي اعرض من كده احسن هاتي الاعرض من كده، وهو انا واثقه انه اكيد في شربات اعرض من كده. بعد كده هتقسميه نصين. يعني هو هيبقى عامل كده تمام. هتقسميه نصين متساويين بايدك، مش هتقصيه يعني تقسميه بس بايدك هيبقى كده، علشان احنا في الاخر عايزين نعمله كده. بعد كده هتجيبي اي كنار من المحلات اللي بتبيع الحاجات دي. انا بصراحه كنت جايباه من النمروسي، بس مش لازم تجيبيه من النمروسي، ممكن تجيبيه من اي محل بيبيع الخيوط والحاجات دي. انا كنت جايبه 4 متر ونص عشان هو يا دوبك عليه. بس لو جبتي اعرض خليكي في السيف سايد، خليكي في 5 متر هيبقى احسن بالنسبه لك. وبعد كده تقسميه من النص للاخر، اول طبقه بس مش الطبقتين، هي الطبقه الاولانيه دي بس بالمقص. بمسدس الشمع هنلزق الكنار ده على اطراف الاشارب. ممكن تخيطيه بصراحه، لو المسدس مش افيلبل عندك ممكن تخيطيه، بس هتستخدمي خيط نفس لون الكنار ده. بس الاحسن انا بالنسبه لي احسن لي مسدس الشمع علشان اسهل واسرع. اول حاجه هنبتدي من عند الرقبه من فوق، وبعد كده هنمشي على اطراف الاشارب من تحت. وحاولي تخلي اطراف الاشارب الناحيه اللي احنا قصيناها في الشمع مظبوط، علشان احنا قصيناه فطبيعي انه ينزل خيوط، بس لما تحطيه في الشمع مظبوط على اطرافه مش هينزل خيوط. ويبقى شكله كده زي ما انتم شايفين. انا لزقت الكنار على كل الحروف من قدام ومن ورا كمان. برضو حاجة تانية انا عايزة بس اصلحها، ان انا اكتشفت ان هو محتاج كنار 6 متر ونص مش 4 متر ونص. ولو جبتي اشارب اعرض شوية خليكي في السيف سايد وهاتي متر كمان زيادة، فتجيبي مثلا 7.5 متر. هو ده شكله. انا بقى المفروض ان انا عايزة ان انا اربط ده بده علشان يبقى شكلهم الطف بدل ما هما مفتوحين كده. هتجيبي اي بكرة خيط نفس لون الاشارب بالظبط، نفس اللون ده. هو هتعملي غرزة بس واحدة هنا وغرزة واحدة بس هنا. هوريكم شكلها عامل ازاي، وده شكله النهائي. زي ما انتم شايفين عملت غرزة هنا وغرزة هنا بس بالابرة والخيط، فده شكله من الجنب كده بس. خلاص خلصنا. يا رب يكون سهل عليكم وتلحقوا تعملوه قبل ما تسافروا، واشوفكم على خير ان شاء الله. باي.